جبروت في الصيغه ديالها الجزائريه، جبروت دي زاد نقولوا. تتقول بانها ماذا بان فوزي القجع قام بتقديم 15 مليون اورو وليس الدولار، 15 مليون يورو من اجل سحب الكاس من السنغال. جبروت تؤكد بانه قد قام القجع قام بتحويلات بتقريبا 15 مليون يورو لاعضاء ديال الكاف من اجل الحصول على قرار لصالح المغرب علاقه بنهائي كاس نهائي الكان، نهائي ديال او بطولات الكان. وكذلك قصد الهدف الاساسي هو سحب من السنغال الكاس. المساله اللي هي ذات الاهميه باش ما نترجمش هذا الشيء حرفيا بالمناسبه نعطيكم الافكار. فالمساله اللي هي ذات الاهميه تاكدوا بان الامر لا يتعلق فقط بالقجع، بان رئيس المخابرات الخارجيه المنصوري محمد ياسين المنصوري ود الفقيه قد قام بالانخراط في هذه العمليه، والاموال اتت من الاموال السوداء من الصناديق السوداء. تم تحريك الاموال ثم تدخل رئيس المخابرات الخارجيه ديال لاجيك الخارجيه وكذلك ديال الجهاز العسكري، تدخل بشكل هو قوي بالاضافه كذلك للقجع، وقاموا برشوه الاعضاء من اجل الحصول على هذا القرار. يعني اليوم عندنا فضيحه بكل المقاييس، فضيحه بكل المقاييس. تتحدث على ان القرار الصادر من طرف لجنه الاستئناف ديال الكاف بانه قد تم فيه ضخ الاموال بالملايين من اليورو، 15 مليون من جيوب المغاربه، من جيوب المغاربه. غادي يقول لك ما على بالناش حنا ماشي شيء من هذا انتصار، يقولوا يريدون تشويه يعني هذا القرار، وكذلك يريدون كذلك استهداف المغرب، والمغرب هو من يحارب الفساد، ولا المغرب هو من يحارب ماذا؟ يحارب الفساد. ماشيش المغرب هو المطلع بالفساد. حنا غادي نعطيكم كذلك نماذج اخرى. بيغاسوس على سبيل المثال، ماروكو جيت اللي فيها الاموال تم تورط فيها ماذا؟ المغرب. بالمناسبه بطبيعه الحال حتى هي كذلك رفضتها وقلت بانها ادعاءات جزائريه. غادي تقولوا اليوم بانها كذلك ادعاءات جزائريه، ولكن عموما اليوم عندنا تسريب صريح بان القجع ورئيس المخابرات محمد ياسين المنصوري تدخل بشكل هو عنيف، وقام بتعيين اعضاء على راس لجنه الاستئناف تبع الاتحاد كره القدم الافريقيه او الكاف من اجل سحب الكاس من السنغال وضرب كره القدم في مقتل. قصد ماذا؟ الحصول على ماذا؟ على او الاعلان على ان المغرب منتصر. صافي باش يجيبوا الاشهار، باش يجيبوا لنا الاشهار بان المغرب منتصر وبان المغرب حقق انتصارا قانونيا او ذي طبيعه قضائيه وكذلك يرتهن الى القانون، وبان المغرب قد تم التلاعب به، وبان المغرب بانه هو ضحيه، وبان السنغال قامت بالبلطجه، اكبر بلطجه يوجدون في افريقيا وباعتراف كل الدبلوماسيين الافارقه هي الدبلوماسيه المغربيه. اكبر البلطجيين. عمرك انت شتي واحد، عمرك شتي دبلوماسي كيقوم بالاعتداء والتعنيف جسديا، تعنيف دبلوماسي اخر داخل القاره الافريقيه؟ ما كاينش هذا الحدث. هذا الحدث يقع من طرف الدبلوماسيه المغربيه في علاقتهم مع الصحراويين، سواء الامر تعلق بطوكيو او كذلك بالاروقه ديال الاتحاد الافريقي. في اكثر من مناسبه تم تهديدهم وسبهم وشتمهم، كذلك محاوله ديال التعنيف الدبلوماسيين الصحراويين. وكانت اخر فضيحه هي ديال طوكيو التي تدخل فيها السفير الحالي الدبلوماسي، عموما السفير الحالي للجزائر بالهند اخي الكريم. هذا اللي داك الشيء ديال جون سينا دارها السكرتير الخاص، لماذا هذيك ما غاديش تنسى السكرتير الخاص ديال ماذا؟ ديال المغرب، ديال السفير ديال المغرب بطوكيو. واخا اليوم المغرب لا يكتفي فقط بالفضائح ديالو، الفضائح الكبرى ديالو، وانخراط في الحروب، وتيقول لك لا ما على باليش، وتيقوم كذاك بين في هذه المساله، ولا تحدثتي معاه وجبتي ليه معطيات تيقول لك البراغماتيه، وتيقول لك بان المصالح ديال المغرب هي مع اسرائيل، وحنا على المصالح ما تيهمناش لا دماء الفلسطينيين، ما تيهمنا لا كره القدم ما تتهمنا، كذلك ما تيهمهم حتى شي حاجه، ما تتهمنا لا صوره المؤسسات وصوره المغرب في علاقتها مع المؤسسات الاوروبيه، علاقتها بماروكو جيت، او صوره كذلك المغرب في العمليه ديال التجسس
التي استهدفتهم من فرنسا وكذلك اسبانيا، ما تيهمهمش هما هاد الكلاب هادو اللي كاينين داخل القصر العلوي، هادو اللي سارقين سرقوهم الصناع، هادو هما المخزن الراس الكبيره، يعني الرؤوس الكبرى ديال المخزن، ما كتهمهمش الصوره ديال المغرب، هما اللي تيهمهم يحققوا انتصارات. المهم حنايا عندنا الصحراء المغربيه وكاس افريقيا مغربي حتى هو، السرقه والاحتلالات هو العقليه ديال البلطجيين اخي الكريم. اليوم انتم تواجهون فضيحه، وهذه الفضيحه عندها الادله ديالها بالمناسبه، وسوف يتم ابراز كذلك وتقديم الادله من طرف جبروت، تكون دي زاد ولا تكون اخي الكريم ديال مهدي الحجاوي. المهم التسريب انا متاكد وعلى يقين بان 15 مليون ديال الدولار ديال اليورو تم ضخها داخل اللجنه ديال الاستئناف. واخا ما يهمكش من هذه المساله، تقدر بانك توافق مع هذا كذلك مع هذا المعطى، او انك ترفضوه بالمناسبه، او انك ترفضوه وتشكك فيه، ما دام ان الامر يتعلق بمعلومات ذات الطابع استخباراتي. ولكن اللي ما تقدرش باي شكل من الاشكال بانك تنفيه في هذه الفضيحه هو ان 5 اعضاء تم ابراز او الكشف على الاسماء ديالهم في التقرير الصحفي الذي اصدره وانطلق من الصحف المغربيه مباشره من بعد اعلان القرار الاستئنافي، او عموما قرار لجنه الاستئناف ديال الكاف، واكد بان هذا القرار بانه صدر من طرف شكون؟ اعضاء قال لك مستقلين، وعين لنا الاعضاء ولا ما عينتوش الاعضاء، جبتوا لنا 9 فعلا، وقلت لنا هذه الاسماء هي غير مرتبطه بالمغرب، كلها مستقله باش تعطيو شرعيه للقرار. اليوم الخطير في الامر بان الاتحادات ديال كره القدم، 5 اتحادات ديال كره القدم، 5 اشخاص تم ذكرهم اعضاء، تم ذكر الاسماء ديالهم او تم وصفهم بالاعضاء باش حنايا نحترموا كذلك يعني التصريحات ديالهم. 5 اسماء تم تضمينها في او كذلك يعني عموما تضمينها في هذا القرار، كتقول لك بانني ما شاركتش في صياغه القرار، وكاين اللي تيقول لك بانني اصلا رفضت بانني نشارك في هذا القرار. موريتانيا، جيبوتي، تونس، وزيد ودولتين اخرتين او اتحادين اخرين يؤكدون بانهم لم يشاركوا في استهداف السنغال، ولم يتخذوا القرار، ولم يشاركوا في اتخاذ القرار. 5 من اصل 9، يعني فقط 4 اشخاص هم اللي اتخذوا القرار، ومن الممكن بان هذا 4 اشخاص ما اتخذوش القرار اخي الكريم. من الممكن بان القرار، قلت لكم انا القرار تم اتخاذه بالرباط، و4 اطراف قاموا بالحصول على ماذا؟ على 15 مليون ديال اليورو باش يديروا لنا هذه الفضيحه. المساله اللي هي ذات الاهميه في هذا كذلك يعني في التدوين الصادره من طرف حساب موثوق بالمناسبه الراشد، يتحدث على ان 4 الاشخاص او كذلك 4 الاعضاء الذي شاركوا او وقعوا في هذا وقعوا كانوا حاضرين ووقعوا على هذا القرار، كانوا يعلمون مسبقا بان القرار ليس ما عندوش اثر اللي هو قانوني، ويعلم اثر قانوني ما عندوش اثر قانوني باي شكل من الاشكال، ويعلمون جيدا بان القرار اذا تم الطعن فيه من طرف السنغال امام انظار ديال الطرف بانه سوف يتم اضعافه. يعني المخزن لاح 15 مليون ديال اليورو لاحها في الماء مباشره، لاحها في الماء. قال لهم غير ديروا لنا البلباله، حنا بغينا البلباله، حنا بغينا واحد مدى، بغينا باخر المطاف بان المغاربه ينشطوا ونستهدفوا السنغال ونشوهوا الصوره ديال كذلك الصوره ديال القاره الافريقيه وكره القدم ديال القاره الافريقيه، او انه تكون عنده حسابات، لقجع عنده حسابات مع موتسيبي وكذلك مع اعضاء وكذلك مع تيار الممانعه الذي يواجهه داخل الكاف من بعد القرار الذي صدر من طرف من طرف لجنه الانضباط او لجنه العقوبات لجنه الانضباط بالقاهره، والذي يعتبر بانه صفعه قويه تلقاها لقجع. حنا ما فهمناش كيفاش لجنه الانضباط قالت المساله، لجنه الاستئناف قالت امور اللي هي لا علاقه لدرجه انها لم تتحدث عن العقوبه. لجنه الاستئناف لم تتحدث عن العقوبات. كاين شي عقوبات تحدث عليها؟ حنا ما سمعناش المساله ديال العقوبات، حنا سمعنا السحب
ومنح سحب الكأس من السنغاليين ومنحه للمغرب، وإقرار بأن المغرب ربح ب3-0 بدون تسجيل أي هدف، وبأنه هو بطل بطل إفريقيا. درتوه على الزربة على سبيل المثال، درتوه بسرعة وماذا عن العقوبات؟ ما نضرتوش فيها. عموما هذا 4 أشخاص أو كذلك 4 أعضاء غادي يتحملوا المسؤولية ديالهم. هما كانوا يعون جيدا بأن القرار بأنه مسيس، شاركوا فيه ما شاركوش فيه، ولكن وقعوا عليه. حنا تنقول لكم أخي الكريم بأن القرار ديال لجنة الاستئناف للكاف الذي شوه الصورة ديال كرة القدم الإفريقية وأضر بصورة القارة الإفريقية وأحدث ماشي القلق وكذلك بل أحدث يعني انقسام اللي هو خطير جدا. أين الانقسام؟ فين هو الانقسام؟ راه الكاف اليوم هو والمغرب وفق كذلك ليكيب يواجه العالم. شنو هو؟ يعني شنو ولينا أضحوكة. ردوا كرة القدم الإفريقية أضحوكة، ورجع المغرب أضحوكة، ورجع الكاف أضحوكة بسبب هذا القرار. اليوم عندنا إشكال اللي هو كبير جدا وانقلاب اللي هو خطير جدا. من تم تضمين الأسماء ديالهم من الغائبين انتفضوا. حنا بطبيعة الحال باش ماشي يقول لك لا حق هذه غير ادعاءات المغربية. هذه ادعاءات المغربي أخي الكريم تتكذب عليه. هذوك اللي تيكذبوا عليه باش يقول دائما يكون المغرب هو منتصر وهذا ما تيبحثش على المعلومات، ولكن متى تجيب ليه الحقائق والدلائل تيقول لك خصني الدليل. واخا تجيب ليه الدليل تيقول لك مشكوك في المصدر ديالو. يعني ملي تجيب ليه الوقائع اللي هي تكشف على الخروقات والاساليب المقيته اللي تيستعملها المخزن تيولي مباشره انسان موضوعي وتحتاج لادله قاطعه، وهذه الادله القاطعه ما تتقنعوش في اخر المطاف. ولكن كتبتي عليه على سبيل المثال قلت ليه على سبيل المثال بان الدرون المغربي وكذلك القوه فوق الاقليميه ونهايه الملف ديال الصحراء الغربيه والمغرب سيقوم بحمايه الدول ديال الخليج، وهذه العناوين الكبرى اللي هي يعني تغذي النرجسيه ديال هاد ضعاف العقول. بالمناسبه ما تحتاج فيها الدليل، تحتاج المصدر. شنو هذا المصدر؟ ماروك مغرب انتيليجنس، منار السليمي، سنايبي، قالها عبد الفتاح نعوم، صافي هادشي اللي تيحتاجوه. ما تيبقاش يبقى لا راه قالوها صافي، راه قالوها توليو معلومات اللي هي موثوقه وتستعملها كذلك كادله من اجل محاججه الاطراف الاخرى. اليوم لا توجد محاججه، اليوم هناك انتفاضه باش ناكدوا بان الامر فيه خلل اللي هو كبير جدا. يجب اعاده استحضار اش غادي نستحضروا. صريح صادر من طرف العضو الذي تم الاشاره ليه الممثل Et je suis membre du jury d'appel de لاتحاد la Commission africaine de football. Mon nom circule sur Internet, comme quoi j'aurais participé à la prise de décision qui avait condamné l'équipe du Sénégal par un match forfait. Je tenais à préciser que je n'ai pas participé à cette audience, à cette commission qui a siégé et qui a statué sur le forfait qui a été déclaré à l'équipe du Sénégal. Mais je tenais à préciser et à dire à tout le monde que je n'ai pas participé à cette commission. Merci. Et suivant à présent le mot du président de la Fédération égyptienne de football. Je voudrais apporter quelques éclaircissements sur la décision qui a été prise par la CAF, par la commission d'appel de la CAF. Je voudrais, en tant que président de la Fédération égyptienne de football, confirmer ici que la République de Djibouti n'est nullement concernée, car notre représentant au niveau de cette commission n'a pas été convoqué ni participé à cette réunion. Donc... سمعتيها المروكي او مراكش ولد فاس؟ خلي عليك المغاربه الاحرار. هذاك المروكي اللي ما تيثيقش يتقي في مالك في عاشا سيدنا والصنيبي ومنار السليمي وفي القجع وفي بوريطه. حنا لا نثيق لا في القجع لا في الملك محمد السادس لا بوريطه، نثيقوا كاع في هاد الجوقه ديال المخازنيه. لا اليوم ملي تصدر لك انت بحضور الرئيس ديال الاتحاد الجيبوتي مباشره تصدر لك هذا التصريح، انت خاصك تفهم بان الامر خطير جدا. الامر بواحد الخطوره اللي هي كبيره جدا. تظن بانه تهديد الحكومه السنغاليه. خرج المغرب تيقول لك بان السنغال تحاول تسيس الموضوع وتحاول كذلك يعني المحاوله كذلك يعني ان السياسه
سياسه الرياضه، وبان السياسه بانها تسيطر على الرياضه، وحنا نرفض رفضا باتا، والرياضه مجال مستقل ويجب الانضباط على اللوائح. وخرج البيان الصادر من طرف نادي المحامين بالمغرب يقوم بتوجيه الاتهامات الى رئيس ديال الاتحاد السنغالي. بالمناسبه قال ليه باننا غادي نجروك للقضاء بسبب الاتهامات التي وجهت الى المغرب، ديال انه وجه اتهام مباشره الى الجامعه المغربيه والى الدوله المغربيه. واش حاب قلنا السنغاليين ناعسين ولا كيفاش؟ تجيب لك الله انت السنغاليين ناعسين؟ والسنغاليين اذكى منك انت بالمناسبه. عندما تم توجيه الحكومه طالبت بفتح تحقيق دولي باش بتهمه الفساد. المغرب خف تخلع اخي كريم، خرج مدهشر في الصحف المغربيه، قال لك لماذا يتم تسييس المجال ديال الرياضه وعمو هذه المساله مرفوضه وفق ذاك اللوائح ولا يجب التدخل. كيفاش ما يجبش التدخل؟ واش كان تيدير الرئيس ديال المخابرات محمد ياسين المنصوري مع علاقه رئيس المخابرات الخارجيه محمد ياسين المنصوري باللجنه وكذلك القرار ديال لجنه الاستئناف للكاف؟ انتوما تستعملوا الاموال وتصدروا بقرار اكثر من نصف فيه بانهم ما حاضرينش، وتقوموا بماذا؟ بالتزوير والتدليس وتشويه الصوره ديال كره القدم الافريقيه وتوريط الكاف وبحضور رئيس المخابرات الخارجيه. ما كاين حتى شي مشكل، ولعبتوها في الرباط هذه المساله. ما كاين حتى شي مشكل. حنا اسود الاطلس، الذكاء العبقريه اللي تجي من التحت ديال حسن الثاني. ولكن اذا احتجت الحكومه السنغاليه واذا احتج رئيس الاتحاد السنغالي غادي نجركم للقضاء وغادي نقوموا كذلك بنخاط معكم في ازمه. يعني شوف، يعني تاكل على قفاك اخي الكريم مع المخزن وتشوف وتسكت، تاكل ترفيقه وشوف وسكت. يقول لك شوف وسكت، ما تكلمش، ما دير بيان، ما تفتح تحقيق. لماذا المطالبه بفتح تحقيق؟ واش تفتح تحقيق؟ كيفاش نتوما قمتوا بادراج 5 اعضاء؟ من فين كيفاش هذه الاسماء انتم ورطتوا الموريتانيين والتونسيين والجيبوتيين وكذلك اتحادين اخرين؟ شكون اللي قال هذا؟ ما حاضرينش وفرقتوا الوزيعه 15 مليون ديال ياك ما ضحكتوا على الملك محمد السادس قلت بان الرشوه خاصه 15 وضربتوا كل واحد ضرب فيها 2 المليون ولا 3 المليون انت والقجع، وفرقتوا على الاخرين مليون ولا 500 الف نص مليون دولار وضربتوا داكشي في جيبكم. احنا خاصنا نعرفوا، احنا خاصنا نفهموا هذه الفضيحه. دابا هذه فضيحه يعني باقي في اطار باقي ما وصلناش للطاس، حيت الا وصلنا للطاس غادي تولي فضيحه بقلاقل كيف اللي تيقولوا الاخوه ديال المصريين بقلاقل. الله ما تخرج منها اخي الكريم. حنا دابا غير في اليومين الاولين وطاح لنا هذا المشكل فيه تصريحات قويه وفي لقاءات صحفيه وفيه تعبيرات صادره من طرف اسماء تم ذكرها داخل لجنه ديال لجنه الاستئناف بالكاف. ما عرفتش انا كي غادي تسلكوها نتوما الجوقه ديال المخزن.